ده كده شكل اول مثلث. تعالوا نعلم تاني مثلث. هاخد برضو 15 سنتي من فوق وهنزل لتحت اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي ال 15 سنتي من فوق، وهعلم نقطة وهوصل الاضلع ببعضها بحيث ان يبقى في مثلث مقلوب ومثلث معدول يطلع عندي كله مثلثات، بحيث ان انا ما هقدرش اي سنتي في الورقة، استخدمها كلها اهو كده. وهوصل هي بس هتبقى الغلبة في التعليم ده، ولكن خلاص انت كده خلصتي الورقة كلها، الرول كله خلص معاكي، كله مثلثات، وفي نفس الوقت مفيش متهدر ولا سنتي من الورقة. هبتدي بقى ان انا اقص من اول مثلث انا عملته، اعدل الورقة كويس بحيث ان المثلث يطلع معايا مظبوط، وكل اللي تحت منه يطلعوا مظبوطين اهو كده. قصيت. يا ريت بقى الاطفال تشترك معاكي في ان هي مثلا تمسك عليكي الورقة او كده، لكن طبعا المقص لا. هيفرحوا جدا جدا بالزينة اللي هم عاملينها بايديهم. وهبتدي ان انا اهو اقص تاني مثلث، مثلث مقلوب ومثلث معدول. تعالوا بقى نشوف احنا هنعلق المثلثات دي ازاي اهو كده. ولو عندي مثلث متصل ببعضه زي كده، هقوم قصة المثلثين من بعض بسهولة جدا بالمقص. ايوه كده تمام. اهو كده سهلة خالص. تعالوا بقى نشوف احنا هنعلقه ازاي. هجيب خيط من خيوط الكروشيه، ده كان خيط عندي متوفر، ده اسمه خيط المكرمية اللي هو بيستخدموه للسجاد. هاخد المثلث كده وهحط جواه الخيط زي كده، وهتني جزء من المثلث على الخيط، وهبتدي ان انا ادبس بالدباسة اهو كده. وهبتدي ان انا ادبس الحتة اللي انا تنيتها دي بالدباسة اهو. وده بيبقى كده شكل المثلث وهو في الخيط. بنعمل بقى منه فرع كامل. ممكن بقى الالوان اللي انت تحبيها، مثلث احمر مثلا جنب اصفر جنب اخضر، مثلا عايزه المثلثات كلها تبقى لون واحد، مفيش مشكله اهو كده. وهوريكم الفرع اللي انا عملته، كل مثلث جنب التاني بلون مختلف بحيث ان يبقى شكله جميل. وادي شكل الفرع قدامي اهو، تحفة. رمضان بجد، وكل سنة وانتوا طيبين.